المصريين في المملكة العربية السعودية والله عاملين عظمة، حاجة جميلة جدا. أنا زي ما قلت لكم فلنجعلها احتفالية، الناس نازلة تحتفل، الناس نازلة تعمل رسائل لكل العالم كله، احنا المصريين هم، احنا متواجدين، احنا هننزل، احنا بنحب بلدنا، احنا بنعشق بلدنا، احنا ورا بلدنا، احنا ورا جيشنا، احنا ورا قيادتنا. دي الرسائل اللي بتوصل للعالم كله. فحقيقة المملكة العربية السعودية حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة. معانا يعني أحد أبناء مصر الأبرار وواجهة مشرفة لمصر والمصريين في المملكة العربية السعودية، دايما بيحتضن المصريين وعامل غرفة عمليات متكاملة علشان الحاجات الحلوة الجميلة اللي احنا بنشوفها دي مع حضراتكم. معانا الأستاذ عادل حنفي عضو الجالية المصرية ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية. مساء الخير يا أستاذ عادل وأهلا بحضرتك معانا. مساء الخير أستاذ أمين، وأهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. إيه العظمة اللي انتوا عاملينها دي في السعودية؟ دي مصر يا أستاذ أمين، وأنا عايز أقول لحضرتك لو قربت شوية خارج المكتب اللي أنا بكلم حضرتك منه غرفة العمليات هتلاقي مش هتعرف تسمعني نهائيا. عندنا احتفالية وكرنفال خارج السفارة بمدينة الرياض. الاحتفالية دي بقالها دلوقتي 3 ايام. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الناس زعلانه ان الانتخابات هتخلص. تخيل بقى. والله يعني الناس زعلانه جدا جدا ان الانتخابات هتخلص. ليه؟ لان هم بيحبوا بلدهم قوي قوي. ايوه، بيحبوا مرشحهم قوي قوي قوي، وناس عاشقين لتراب مصر. يظل يا استاذ امين المصريين في الخارج هم حائط الصد الاول عن مصرنا الحبيبه. والله يا استاذ عادل شكلهم يفرح. هنشوف دلوقتي على الشاشه مع حضرتك يعني الجماهير واقفه قد ايه قدام صناديق الاقتراع وقدام السفاره. حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا حقيقي، يعني حاجه تشرف مصر فعلا. يعني حاجه ما شاء الله يعني تشرف مصر، واحنا بنفتخر بابناء مصر بالخارج. عايز اقول لحضرتك العمليه الانتخابيه تسير في يسر وامن واحتفاليه لا تتخيلها. بالامس القريب كان عندنا التراس اهلاوي والتراس زملكاوي، عشان ما تزعلش يا استاذ امين. وعملوا اجواء جميله، وهبعت لحضرتك فيديو التراس زملكاوي علشان حضرتك تشوفه. حاجه كانت جميله جدا جدا. اهو المنظر قدامنا اهو، اعلام مصر اهي، اعلام مصر. ما شاء الله ما شاء الله. صعيد مصر كان حاجه مشرفه جدا 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 في الانتخابات الرئاسيه 2024. الاخوه وشركاء الوطن الاقباط المسيحيين لهم دور لا ينسى، ولا اي حد يقدر يتكلم في دورهم الوطني الاصلي بمنتهى الامانه. ايضا وجود سيدات مصر عظيمات مصر كان لهم دور كبير في انجاح العمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه استاذ امين 2024 العالم باكمله يتحدث عن هذا العرس الديمقراطي. ويمكن حضرتك شفت قنوات اجنبيه كتير جدا جدا بتتكلم على عظمه المصريين بالخارج. انا بقى عايز اقول للمصريين في الداخل شوفوا اولادكم اللي في الخارج بيعملوا ايه. صح. تخيل يا استاذ امين، ناس جايه من مسافه 1300 كيلو علشان تشارك في هذا الحدث العظيم الرائع، ألا وهو انتخابات 24. سيدات والله جايين لوحدهم علشان يشاركوا في هذا العرس الديمقراطي الرائع. إن شاء الله بإذن الله خلال أقل من ساعتين إن شاء الله. الساعة كام دلوقتي عندكم في المملكة العربية السعودية؟ نقترب من الساعة 7 مساء. خلال ساعتين إن شاء الله سيتم غلق صناديق الاقتراع ويتم فرز الاصوات وارسالها للجنه العليا للانتخابات لكي تضم على اصوات ابنائنا واهالينا بالداخل. انا كعادل حنفي
والله يا استاذ امين، وبقولها قدام العالم كله، انا زعلان جدا رغم ان احنا بقالنا 3 ايام تعبانين. صح انا زعلان جدا. أيوة. والله زعلان، بحس ان انا بودع حاجه انا بحبها. ايوه صح. حاجه بتجري في دمنا. صح. هذه الانتخابات يا استاذ امين اسمها في حب مصر، في حب مصر، لان المصريين بالخارج لما حسوا بالمخاطر اللي بتحاك ببلدنا العظيم مصر الحبيبه، حسوا ان في خطر ايا كان نوعه. ان شاء الله مصر محروسه الى ابد الابدين طبعا ان شاء الله. فبداوا لبوا نداء الوطن، وان شاء الله يبقى ختامها مسك اليوم باذن الله. ان شاء الله. هكلمك على حاجه جزئيه هختم بيها. يعني المملكة العربية السعودية امبارح يمكن زعنا من مواطنين سعوديين منبهرين بالانتخابات، ومن شوية مواطن سعودي برضو يعني بعت لنا عن طريق عمدة المصريين في لندن بيتكلم عن مصر وبيتكلم عن الانتخابات وبيتكلم عن تواجد المصريين. لا حاجة جميلة وحاجة مشرفة جدا يعني. فتحية للمملكة العربية السعودية. والله طبعا المملكه العربيه السعوديه لا ينسى دورها وتامين الانتخابات ووجود سيارات الاسعاف باستمرار والدفاع المدني. لا، قايمه بدور جباره وتامين الباصات القادمه من خارج الرياض وخارج مدينه جده. بس انا اللي عايز اقوله لحضرتك مش الاخوه السعوديين لوحدهم اللي منبهرين بما يحدث من مصرنا الحبيب، من ابناء مصر بالخارج. تمام. لا ده جميع الاخوه العرب اللي موجودين مقيمين على اراضي المملكه العربيه السعوديه في حاله سعاده وفخر بالعمليه الانتخابيه، لانهم بيقولوا انتوا المصريين مش بتحبوا مصر، انتوا بتعشقوا تراب بلدكم. طبعا. وكل طبعا. كل ما تبعد عنها يا استاذ امين كل ما تغلى عندك وتحبها اكتر. وتحيا مصر يا استاذ امين. تحيا مصر، تحيا مصر. بشكر حضرتك وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. ويعني ورسالتك وصلت والف شكر لهذه المداخله. ويعني النهارده بقى يا دوب هتروح وتنام بقى يعني، لان اعتقد 3 ايام كانوا يعني غرفه عمليات كانت عمليه صعبه جدا بالنسبه لكم طبعا. نعم هذا بالفعل. شكرا يا فندم. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.